هل اللجوء للجراحات او للعمليات هي اول حاجه بنلجا لها للناس، كل الناس اللي عندها انزلاقات غضروفيه؟ الحقيقه لا، الانزلاق الغضروفي ليه كذا درجه، ومعظم الدرجات بتتعالج من غير عمليات. طبعا في ريد فلاجز، في عوامل لو حصلت لازم يخش العيان عمليه، زي ضعف في الرجلين، زي تبول او تبرز لا ارادي، يعني ريد فلاجز، حاجات خطيره جدا لو حصلت لو في المريض حصلت لازم، ده مش علاج طبيعي بقى، لا ده لازم عمليات فورا. بالظبط كده. والغضاريف في نوعين منهم اللي هم الانواع البسيطه، لو بصينا كده على الصوره في ابسط نوعين اللي هو الديسك بلج والبروتروجن. اول نوع خلينا نسميها الدرجه الاولى والثانيه، دول الحقيقه العلاج الطبيعي بيجيب معاهم نتيجه، وبيجيب معاهم نتيجه عكسيه، يعني الغضروف يقدر بعلاج طبيعي وفي مده معينه وضعه يتحسن. يعني لو عملنا اشعه قبل وبعد الحقيقه بنلاقي تغيير في الرنين. فاحنا معانا صوره هنا بعد اذنكم، فهمنا كده بعد اذنك الصوره دي. يعني لو ناخد بالنا الغضروف اللي فوق، الصوره اللي فوق ده غضروف ملم اوفل شيب كده وفي مكانه. نيجي للصوره اللي هي اول درجات الغضروف البلج، تلاقي فيه الصوره اللي تحت اللي في النص على الشمال. على الشمال، اوكي، دي نتوء في الغضروف بنسميها. الغضروف ابتدى يطلع من مكانه يضغط على العصب، ابتدى يطلع من مكانه، ولكن لو تاخد بالك في فايبرز باند حواليها ما اتقطعتش، ما حصلش فيها حاجه. ولكن ابتدى يحصل له بلج او نتوء زي ما قلنا. الدرجه اللي بعدها ابتدى يحصل فتق خفيف في الغشاء الخارجي، واللي بعدها قطع كامل في الغشاء الخارجي، والاخير الغضروف الداخلي ده خرج كله من مكانه. وكل واحد على حسب الاعراض بتاعته، على حسب الملبسات بتاعه، شال حاجه تقيله فجاه، عمل حركه غلط، نام غلط، عمل وضع على الكمبيوتر غلط، كل واحد ليه يا اما اجراء جراحي على طول. بس في اغلب الاحيان تبقى العلاج الطبيعي بالحاجات اللي حضرتك طبعا مشكورا بتعملها في العياده عندك بتجيب نتيجه ايجابيه جدا مع المرضى. مظبوط يا فندم، معظم الحالات. والغريب كمان ان في حاجه اسمها سبونتينيوس ريكفري او شفاء بالوقت. الاشاعات دي لما عملناها مع عيانين باوحش الدرجات، يعني الدرجه الرابعه، لما استنينا عليهم وما احتاجوش يعملوا عمليات، يعني ما حصلش اي تغيير في الحاله في فتره ما بين 10 ل 18 شهر، بنلاقي معانا الاشاعات برضو دلوقتي لايف من لايف بيشنت. ده حضرتك عيان عمل علاج طبيعي وتحسن في اقل من 4 شهور، ولو خدنا بالنا هنلاقي ان درجته ما بين بلج البروتروجن وتحسن بالجلسات فقط لا غير. جلسات فقط بدون اي عمليات ولا بدون اي حاجه؟ اي عمليات ولا اي حاجه، مجرد بالعلاج الطبيعي، وتلاقي الوضع بالرنين، يعني مش بس شكوى العيان، كمان بالاشعه، كمان متحسن، مش كمان مجرد بالاشعه. مظبوط. Trust every product or passions, just unlock the power of nature. We're here to stay for better health and beauty.